السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خدنا في المحاضرات اللي فاتت مع بعض جزء عن الفاينانشال اناليسيز وجزء عن الاكاونتنج. اتكلمنا في الفاينانشال اناليسيز، عرفنا ايه هو الديفينيشنز بتاعه، عرفنا مين هم اليوزرز بتاعت الفاينانشال اناليسيز. عرفنا برضو ان الفاينانشال اناليسيز ده لما باجي بعمله بيكون عندي نوعين: نوع بستعمل فيه الفاندمنتال اناليسيز وفي تكنيكال اناليسيز. كل واحدة كان لها جروبس معينة. التكنيكال ده اللي هو التقني كان بس ايه، بيستعمل حركة الماركت وكده على الشيرز. طيب النهاردة بقى هنكمل جزء الاكاونتنج. احنا كنا في الاكاونتنج اخدنا الاكاونتنج سايكل وعرفنا اللي بيتم فيها. خدنا الترايل بالانس، ان ايه الترانزاكشن اللي بتكون فيه، اخدنا بريف عنها. النهارده بقى هناخد اول حاجه بتكون في الترايل بالانس اللي هي الريفينيو ترانزاكشنز. دي بتكون حسابات income statement. طيب انا دلوقتي لو عايز اعمل اي ترانزاكشن ريفينيو، تمام، بيأثر معايا في شقين: شق اللي هو البالانس شيت، وشق اللي هو income statement. ليه بالانس شيت؟ بالانس شيت لان انا عندي حسابات الميزانيه اللي هي الكاش. كانت لو انا بعت كانت لو انا بعت فيزا، ماستر، بعت على الحساب account receivable. الانكم ستيتمنت بيكون فيه ايه عندي؟ لو انا شغال محاسب مطاعم بيكون عندي food revenue، delivery revenue، beverage revenue. beverage دي اللي هي بتكون مية، لو انا مثلا في المطعم عندي ببيع بيبسي، ببيع ووتر كده. عندي ال other service revenue. other service revenue دي اللي هي ايه؟ اللي هي ال delivery charges، برمي فيها كل ال delivery charges. طيب دلوقتي انا هفترض ان انا النهارده جالي اوردر، تمام، وليكن ب1000 جنيه كاش. يبقى بقول ايه؟ ديبت الكاش 1000، كريدت فود ريفينيو. ده طبعا لو انا ناس جت عندي المطعم وطلبوا الاوردر، فبقول فود ريفينيو ب1000. فانا دلوقتي ايه اللي اتأثر معايا؟ لو انا عندي هنا حساب، ده طبعا بيكون كل حساب لوحده: حساب الكاش لوحده، الكريدت لوحده، فيزا لوحده، وماستر لوحده، بحيث ان انت تعمل ريكونسيليشن. هنشوفها برضو في المحاضرات الجايه. فنفترض دلوقتي ان انا الحساب اللي عنده هو حساب الكاش، تمام. بكتب لو انا عندي سيستم محاسبي بكتب فيه ان انا سولد وليكن عدد وجبات عددها كذا بمبلغ 1000 جنيه. فهنا الرصيد بقى عندي 1000، تمام. الفود ريفينيو اللي هو هيظهر معايا في الانكم ستيتمنت، دي طبعا حسابات اللي انا هعملها كده حرف تي مبدئية يعني لحد ما نظبطها على سلايدز. فانا عندي الفود ريفينيو، وهو اصلا الريفينيو عامة طبيعته كريدت، فانا عندي ريفينيو زاد، فبقول ايه؟ بقول هنا 1000 فود ريفينيو. حلو. طيب دلوقتي انا عندي الحساب بتاع الكاش والكنت والفيزا، دي بيكون زي حساب مؤقت كده، بيكون زي ايه؟ سسبنس اكاونت، لحد ما اودع الفلوس دي في البنك عشان اعمل مونيتور عليها، تمام. طيب دلوقتي انا ايه اللي حصل بقى؟ الخطوة التانية، جيت اديت حاجات ايه؟ فري مثلا. الفري بيسموه كومبليمنتري كريدت فود ريفينيو. طيب ليه انا برفع هنا الكومبليمنتري بخلي برضو الفود يزيد؟ لان انا الكومبليمنتري ده لما اجي اعمل الانكم ستيتمنت هيظهر لي في الاخر النت بتاع السيلز، تمام، اللي هو هنسميه الجروس، تمام. طيب دلوقتي انا عندي هنا دلوقتي ده، هنفترض ان انا اديت 500 كومبليمنتري، فبقول ديبت الكومبليمنتري كريدت ايه؟ الفود ريفينيو. فالكومبليمنتري هنا هتكون ديبت، تمام. ايه اللي حصل هنا؟ انا جيت في اخر السنه عرفت ان انا بعت فود جروس ب1500، وكان في كومبلمنتري انا مديهم، تمام. فالكومبلمنتري والفود ديسكاونت ده بينزلوا تحت جروب الفود ريفينيو.
فالفود كومبلمنتري ده هو اللي هيجيب لي النت بتاع الفود ريفينيو. تمام. طيب جيت وليكن اديت خصم على السيلز، فبقول ايه ديبت فود ديسكاونت كريدت برضو الفود ريفينيو. تمام. وليكن انا اديت 100 جنيه مثلا، فانا برضو نفس الفكره برفع بيها الفود ريفينيو بالمية، وبخلي الفود ديسكاونت هنا ديبت ب100. ليه؟ على اساس برضو اجي اخر السنه اشوف ان الجروس بتاع الفود ب 1600، ولما اخد الجروب بتاع الفود كومبلمنتاري 500 و100 يعني 600، يبقى انا كده ايه النت فود ريفينيو طالع معايا ب 1000. تمام. تمام. طيب جيت دلوقتي انا بقى ايه عملت مونيتور على الكاش اللي عندي. خلينا ناخد ترانزاكشن تانية، وليكن كانت بات وليكن ب 200 جنيه اوردر. فانا هنا عندي كانت هيزود لي الفود 200، وهيزود لي هنا حساب الكانت ب 200. طيب دلوقتي انا لما جيت بصيت على حساب الكانت حرف التي وحساب الكاش حرف التي، لقيت ان انا عندي 1200 جنيه. تمام. الفلوس دي لازم اودعها في البنك. طيب ايه اللي بيتم على الكاش بروح اودع في البنك، بقول ديبت البنك كريدت الكاش اون ترانزيت. انا كان عندي الكاش بكام؟ كان عندي الكاش ب1000. تمام. كان عندي الكاش ب1000، ده هنخليه حساب البنك. فانا هنا كان عندي الكاش ب1000، جيت ودعته في البنك، فهنا هيكون عندي كريدت ب1000. هنا البنك هيزيد 1000، والكاش هينقص ب1000. تمام. يبقى هنا البنك بقى عندي ايه ظاهر فيه 1000. حلو الكلام. طيب دلوقتي انا عندي الكنت لسه مفتوح معايا. الكنت بقى اللي بيحصل فيه بيكون فيه كوميشن، انت بتكون في نسبة معينة واخدها يعني البنك لما بيدي لك الاجريمنت ان انت تشترك معاه في الكنت والفيزا والماستر، بيكون في نسبة معينة هو بياخدها عمولة، بحيث ان هو ايه لما تتم عندك عملية كنت او فيزا، بتبقى انت عندك الكوميشن ده لازم هتخصمه وتودع الفرق. تمام. فليكن انا عندي الكوميشن اون كريدت كارد. تمام. لحساب ايه الكنت. هفترض ان الكوميشن لما انا حسبته طلع مثلا من ال 200 اللي فاضله دي 25. تمام. هنفترض دلوقتي ان انا هنا هنفترض ان حساب الكريدت نازل هنا هنسجل 25. فده طبعا برضو حساب انكم ستيتمنت، بيظهر برضو ايه ان هو حساب اسمه كاش اون كريدت كارد. خليني برضو ايه اعمل لكم فيه هنا كشف كده. ده الحساب ده اسمه ايه كريدت كارد كوميشن. كريدت كارد كوميشن. طيب كريدت كارد كوميشن انا قلت ب25 جنيه. تمام. الكنت نقصت منه 25، يبقى انا ال1000 ده ودعته، ال200 كان فيه 25 كوميشن، اتفضل معايا 175. ال175 دي هتروح فين بقى يا باشا؟ هتخش لي هتتودع لي في البنك. يبقى انا هقول هنا ديبت البنك كريدت الكانت البنك 175. يبقى انا هنا لما هاجي اعمل القيد كريدت ب175، هنا الحساب ده بقى صفر عندي. تمام. هنا البنك زاد بال175، يبقى انا هنا من الترانزاكشن اللي تمت عندي ودعت ال1000 تحت، وودعت الصافي بتاع ال200 اللي هم كان فيهم 25 كوميشن، وكان في 175 راحت فين؟ راحت على البنك. تمام.